أنا أشكر فريق العمل الجميل محمد بخات على هذه الأغنية الوطنية المعبرة، وطبعا اللي غنتها كوكب الشرق بنت الدلتا أم كلثوم، لكن هذه أيضا الفنانة التي تغنيها صوتها مصري معبر. لكن خدت بالكم من صورة الزعيم جمال عبد الناصر والسيارة ماشية والشعب بيجري ورا السيارة وحامي السيارة؟ ليس هناك حواجز بين الزعيم وشعبه. الشعب المصري زي ما قلنا. اسمحوا لي الأول أرحب بضيفي الكريم صديقي الأستاذ عبد العزيز البرولوسي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد الغربية. أستاذ عبد العزيز، كل سنة وأنت طيب. أهلا شاكر بك، كل سنة ومعاليك بخير، مصر كلها بخير. كل سنة وأنت طيب بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور 40 سنة على هذا النصر العظيم. دايما بقول أنت طبعا أخوك أحد قيادات في الكلية الحربية، ودايما بقول كلمة بأن كل الشعب شريك في النصر. كل الشعب شريك في النصر، يا إما بفرض يا إما بمال يا إما بأي شكل. هو بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. أنا يعني الحمد لله أنا من أسرة تقريبا بتنتمي لحوالي 25 ضابط في القوات المسلحة. أخوي يعني آخرهم اللي هو خالد أخويا اللي هو نائب مدير الكلية الحربية، وولاد أخواتي الاثنين ضباط حربية. وإحنا بنعشق المؤسسة العسكرية كشأننا شأن المصريين كلهم، لأن هذا الجيش الوطني جيش مصر العظيم، خير أجناد الله في الأرض، في رباط إلى يوم القيامة. جيش يعني علم العالم وأعجز العالم في حرب أكتوبر. تلك الملحمة زي ما حضرتك قلت شاكر بيه، ان الشعب كله كان شريك في هذا النصر، وكان نصر مؤيد من الله سبحانه وتعالى. لم تسجل أقسام الشرطة حالة سرقة واحدة طوال حرب أكتوبر، ودي حاجة غريبة جدا. ان جرت العاده ان بيبقى في انفلات امني في الحروب او الثورات او كده، الداخليه مشدوده لامور معينه، دي حاجات تانية زي ما حضرتك. لكن هذه وطنيه اللصوص، يعني اللص ايضا عنده وطنيه. بقول لحضرتك ان في اليوم ده ان لم تسجل اقسام الشرطه حاله تعدي، حاله سرقه. الشعب كله وقف خلف الجيش المصري، وزي ما حضرتك قلت برضو اثنيت ان الجيش ابى عن الهزيمه، وان الشعب ابى ان هو ينهزم. وقعد طبعا زي ما شفنا الزعيم في جمال عبد الناصر لما طلع والناس كلها قالت هنحارب، واحنا كنا تقريبا الجيش بتاعنا وصل لنقطة الصفر وكان مدمر تدميرا تاما. لكن احنا وصلنا لذروة الانتصار وقمة الأداء في حرب الاستنزاف، وبرضو يعني أبهرنا العالم في وقت اللي كان فيه بيتكلموا ان قناة السويس هتنضرب بالنابالم والكلام ده هتتحول لكتلة نارية، وخط برليف خط المستحيل، والسد الترابي، ان ده كلها حاجات كلها إعجاز علمي يعني كناحيه علميه في العلوم العسكريه. اضف للفنون القتاليه، يعني احنا ما بنتكلمش بقى في فن قتالي وشجاعه ميدان، بقدر ان انت في تقنيات ومهارات معانا المفروض تتوفر ليك على اساس ان انت تعمل ده. يعني مثلا انت وانس طب اوكي انت هتعبر، طب بعد ما تعبر السد الترابي ده هتعمله ازاي؟ يعني ايضا عايزين نعايش الساده المشاهدين، لان طبعا الاعلام مقصر جدا في هذا الانجاز العسكري الرهيب. لو يعني المنع المائي ده حكايه لوحده، وانابيب النابالم يا استاذ عزيز. السطر الترابي اولا كان بزاويه ليس ب 45 درجه، زاويه قائمه، هو بزاويه قائمه، زاويه قائمه، يعني انت تتسلقوا ازاي؟ يعني طبعا ارتفاع هنقول كام 25 متر، والعمق يعني لما تدوس فيه العمق امتار ايضا. ما انا هقول لك سلاح المهندسين المصري على فكرة ده اللي أبهر العالم. حتى هو الملازم الأول الصغير باقي زكي، أحد الضباط الأقباط، وهو ضابط مهندس. أيوة، هو صاحب الفكرة واخدها من السد العالي. من السد العالي كنت لسه هقول لحضرتك إن هي فكرة السد العالي حضرتك. وطبعا الكباري الفل اللي اتعملت، طبعا هي كانت عمل لها ماكت تدريبي قبلها بمده في ترعه الاسماعيليه، ان انت ازاي تعبر وان الكباري الفل دي تستحمل آلات عسكريه ثقيله عشان تعبر بها للبر الشرقي. فطبعا هي كلها ملحمه تتوفر فيها كل نواحي الاعجاز. استاذنك ناخد اتصال من الاستاذه عزه عبد المقصود من طنطا. اهلا يا استاذه عزه. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحت انا عندي يعني شكوى كده مسببه لي ازمه نفسيه شديده جدا. اتفضلي. دلوقتي انا كنت معلم اول الف
من مدرسه في اداره شرق طنطا في مدرسه صلاح سالم. تمام. اتقدمت بالترقيه لموجه في شهر 8 تابع للمنشور اللي جه. حضرتك مدرسه اولى في اي ماده؟ في الرياضيات حضرتك. الرياضيات، اتفضلي. وتقدمت بالترقيه، طبعا قالوا في مقابله يوم 5/8، رحنا كموجهين نعمل مقابله، فطبعا دخلونا موجهين، كان في عربي وانجليزي وكل المواد، دخلونا كل 25 مع بعض، دخلنا طرحوا بعض الاسئله طبعا وجاوبت عليها، وطبعا قالوا خلاص يا جماعه كلكم ايه، ما فيش حد سايد، كلكم كويسين ومش عارف ايه. ببص فوجئت ان انا ما نزلش اسمي في الترقيه، على الرغم ان انا دفعه 94، انا تاني دفعه على طول تربيه تعليم اساسي تخصص رياضيات. ابص الاقي اللي واخدينه حضرتك. اذا حضرتك بتتظلمي من هذه النتيجه. ايوه طبعا. طيب لان اللي واخدينه حضرتك في عايزة. اداره شرق واحد اسمه محمد عبد الهادي. عبد الهادي محمد عبد الهادي. أيوة. ده مواليد 71 وانا مواليد 70، وهو تاهيل تربوي وليس تخصص رياضيات. التاهيل التربوي معناها بيتخصص لا اما علمي لا اما ادبي، وهو اكيد علمي، ما هوش في الماده، ما هوش في ماده الرياضيات. انا قعدت ادرس 4 سنين رياضيات عشان اطلع بتقدير جيد جدا حضرتك. يعني شايفه حضرتك ان انت حق من الاستاذ عبد الهادي محمد عبد الهادي. وكمان جابوا مدرس تاني من اداره طنطا يحطوه عندنا في اداره شرق. هل معنى كده ان اداره شرق طنطا ما فيهاش حد كفء خالص؟ يعني كل الاداره ما فيهاش مدرس كفء يمسك توجيه ماده الرياضيات؟ لا طبعا. يجيبوا من اداره طنطا حضرتك ويحطوها عندنا، وعلى الرغم من ذلك في 7 في اداره طنطا تم طرح اساميهم في اداره طنطا نفسها. طب استاذنك يا استاذه عزه تشرفينا بتكتبي كده مظلمه كويسه، شكوى كويسه كده. ايوه. وتشرفينا يوم الثلاث الساعه 2 في ديوان المظالم، تقولي اللي انت عايزاه امام الكاميرا، وناخد هذه الشكوى كمستند رسمي ان انت اشتكيتي الينا عشان نتحرك بها مع الاستاذه فاطمه خضر وكيله الوزاره ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. يوم الثلاث الساعه كام؟ الساعه 2 ان شاء الله في ديوان المظالم في قناه الدلتا. طب وفي كمان نظريه حضرتك، يعني دلوقتي في ناس متقدمين لاختبار للفرنساوي والالماني ورياض الاطفال. عارف حضرتك هياخدوهم تبع الاقدميه، تبع سنه التخرج. هل معنى كده ان هم ياخدوا دول تبع سنه التخرج واحنا كموجهين ما ياخدوناش تبع سنه التخرج تبع الخبره؟ يعني معنى كده ان واحد تاهيل تربوي يجي يوجه عليا واقل مني في السن كمان؟ يعني يبقى حديث التخرج يجي يوجه عليا؟ استاذه عزه عندك حق في كل اللي بتقوليه، هتشرفينا يوم الثلاث ان شاء الله وهنعمل اللازم، واحنا معاك لحد ما حقك يوصل لك ان شاء الله. متشكره قوي. اشكرك يا استاذ. متشكره قوي. اشكرك. دور عظيم لمظالم الدلتا على فكره ان انتم. نعم. دور عظيم لمظالم هو الدلتا. ده المفترض يبقى دور الاعلام المصري اللي هو يعني شغال من فلوس الشعب، يعني المفترض تكون كل هذه المساحه من برامج الخدمات والمواطنين صالح الحق المستحقين. يعني هي عندها حق في كل اللي بتقوله، لكن طبعا احنا معاها. يعني احنا بيتنا برضو زي بيتكم كده، بس مع الفرق يعني بيتنا برضو كان شريك في نصر اكتوبر، لان اخويا الكبير عبد اللطيف كان في الكاف 13 صاعقه الملحقه باللواء 112 مشاه، فرقه 16 مشاه ميكانيكي تبع الجيش الثاني الميداني، وتم تكريمه الحمد لله. وكنت يعني وانا صغير 6 سنين ونص تقريبا، قال له يا ام الله يرحمها وابويا قاعدين جنب راديو صغير، الكهرباء كانت لسه ما دخلتش بلدنا من يطوخ، وقاعدين يسمعوا وهم تبكي وتدعي. انا مش واخد بالي، يعني ادخل شويه كده وبعدين اطلع العب بره مع الولاد ما اعرفش. فاكتشفت بعد كده بقى ان اخويا كان مشارك في هذه الملحمه، لكن الملفت للنظر انه لحد الان محتفظ عامل صوره بتاعته برواز وحواليها حوالي 50 صوره. لا ده هم عايشين الحدث. يعني انا عايز اقول لحضرتك ده تاريخه، وده يعني زي ما اقول لك احنا مثلا ايه، انت ممكن تاخد دبلومه، تاخد دكتوراه في كذا، ده رصيدك. كل من شارك في حرب اكتوبر نقطه شرف عظيم ما بعده شرف لن يتكرر. يعني لا ان شاء الله يعني ربنا ما يخلناش ما ناخدش هذا الانجاز هذه الروعه يعني. ولكن لو فرض علينا الحرب ان شاء الله احنا اهل لها، ان احنا طبعا احنا دوله مسالمه جدا، دوله سلام. لكن ده لو فرض، انا اقول لحضرتك على حاجه في حرب اكتوبر، كان احد معلمي الكليه الحربيه اخويا طالب في الكليه كان حضر الحرب. فبقول لك واحنا بنحارب شفنا ناس جنبنا في الميدان، دي حاجه بره سيكولوجي ما ينفعش نقولها بس هنذكرها. ان كنا بنشوف ناس بتحارب جنبنا ما نعرفهاش.
يعني انت ده كان في جنود من عند الله سبحانه وتعالى فعلا. رمضان كان ليه فضل عظيم، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان نصرا من عند الله. الله أكبر. كانت التي رددها القبط قبل المسلم. يعني الصيحه كانت عظيمه، كانت لها شأن في الحرب. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني يمكن لو اقول لحضرتك ان الجنود اللي اتت لنا من المغرب العربي وحاربت معانا السوري، كل السوريا، الملك فيصل كان موقفه مشرف جدا جدا، نفس الموقف اللي كل دول الخليج يعني حتى لما الملك عبد الله جه وقف جنبنا في 30 يونيو ونفس الموقف كده حضرتك، فقالوا التاريخ هيعيد نفسه. ولما انت بتستشري الخطر، حته بقى بوليتيكال، حته سياسيه شويه، لما انت بتشوف خطر جاسم وجاي، وفعلا سقوط مصر في مغبه حكم الاخوان المسلمين كده، نفس الشيء كان بالظبط زي حرب 73 استنفر كل القوى العربيه، وكان كلهم واقفين جنبك بيحاربوا، لان لو سقط اكلت يوم ان اكل الثور الابيض. وبالتالي كان كل واقف جنب مصر برضه حبا في مصر طبعا، ولكن حبا في ذاته، ان هو كان شايف ان هنا ان لو مصر سقطت والعياذ بالله ستسقط كل العرب. وبالتالي يوم 30 يونيو في ثوره 30 يونيو العظيمه الجميله اللي احنا حضرناها كلنا، التاريخ يعيد نفسه. وبرضه ملحمة أكتوبر، ويمكن اللي نصف الشعب المصري كان الجيش المصري العظيم. هذا الجيش العظيم، هذا الجيش العظيم بقيادة القيادات المحترمة في 73 سعد الدين الشاذلي والمرحوم البطل الزعيم محمد أنور السادات طبعا، الرجل هذا اللي فيه شباب كثيرين لم يعاصروه ولم يتركوه، ولكن أراهم حاطين بوسترات لمحمد أنور السادات في غرفهم. هذا الرجل الذي أبهر العالم، يومين خلت فيهم شوارع أوروبا من الناس. يوم صعود أول رجل للقمر الناس كلها قاعده قدام التلفزيون تتفرج على الحدث ومش مصدقه ان ده ممكن يحصل. ويوم نزول السادات للقدس لا يحاول على معاهده كامب ديفيد، وكان بالفعل استرد لنا كل حقوقنا سلميه والحقوق الفلسطينيه ايضا وكله. يعني انا عايز كل القيادات بتاعتنا، وبالتالي وهذا الجيش العظيم الولاد اتنا بالسيسي. هناخد فاصل. نعم دي مش مقاطعه، لكن يبدو ان في حاجه فنيه. فاصل سريع ونعود مره اخرى. ده انت تلاعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. أهلا بكم من جديد. أجدد لحضراتكم التحية، ومعنا على الهاتف الأستاذة بسيمة الخولي من سمنود.
السلام عليكم. اهلا يا استاذه نسيمه، عفوا في الخطا في الاسم. استاذه نسيمه الخول، اتفضلي. ايوه لو سمحت، انا معلم اول الف باداره سمنوت التعليميه. ده نفس مشكله زميلتك الاستاذه عزه؟ ايوه انا سمعتها على فكره وبتصل عشان نفس الشكوى. يبقى تيجي حضرتك ان شاء الله برضه سريعا يوم الثلاث الساعه 2 الظهر تشرفينا وتكتبي شكوى ظريفه كده بالتفاصيل ديت 1 2 3 4 5. ايوه وتشرفينا يوم الثلاث تقولي ان شاء الله. عشان انا عايزه اقول لحضرتك حاجه كمان، يعني فضل. احنا المقابله بتاعتنا كانت يوم 5/8 كنا في رمضان. نعم. مقابلين حوالي 1000 معلم في ما يجيش 4 ساعات او 5 ساعات. دليل بقى ان النتيجه معروفه مقدما. دليل على ان النتيجه. وبعدين يعني تحصيل حاصل، يعني شكليات يعني. وبعدين حضرتك انا شغاله بقالي 27 سنه مدرسه. يعني انت المفروض تبقى مديره دلوقتي يا استاذه نسيمه. مدرس رياضيات. انت المفروض تبقى مديره دلوقتي. ايوه انا قدمت توجيه وبعدين يجيبوا احدث مني للتوجيه عليا رغم ان انا اقدم واحده في البلد رياضيات. ده كلام تهريج. وبعدين يقولوا لي اصل نتيجه المقابله، رحت اسال يقول لي اصل نتيجه المقابله الشخصيه، قلت له انا جاوبت يا استاذ حمدي. يقول لي اصل مش الجواب بس يا استاذ. الاستاذ حمدي الغندور مدير عام التعليم. اصل مش الاجابه على السؤال بس يا استاذ. ده على حاجات كتير طبعا. على الهيئه كانك انت داخله كليه حربيه. لا وبعدين الهيئه وما انا رديت عليه قلت له ايه اللي مش عاجبك فينا؟ عشان ما اخدتناش. جايز حضرتك كده وشك مش مبتسم، وشك كشر يعني ولا حاجه؟ بس انت انا مش عارف والله. انا هاجي لحضرتك وتشوف برضه يمكن عندهم وجهه نظر. لا يعني انا مش عارف ازاي يقابلوا 1000 معلم محترم بتقولي في 4 ساعات. يعني الساعه 250 معلم محترم. 250 على 60 يعني في الدقيقه 2.5 معلم. ابتدائي واعدادي وثانوي كل المواد. يعني كانوا بيقابلوا في الدقيقه معلمين ونص، 2 مدرسين ونص، مش كده؟ ايوه ازاي يقدر يحكم على معلم ينفع موجه ولا مش موجه؟ انا قلت لحضرتك اهو، يعني كان نصيبك في المقابله. ايوه نصيبك حوالي ما اعرفش كام ثانيه، 35 ثانيه. شايف حضرتك اللي احنا فيه في زمن السرعه. يعني عايزين نعمل 100 ثوره عشان البلد تتعدل. 100 ثوره؟ ما هي الثوره مستمره، الثوره ما انتهتش يا استاذ. ان شاء الله الثوره مستمره ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا استاذه نسيمه، تشرفينا ان شاء الله في ديوان المظالم يوم الثلاث الساعه 2 ظهرا باذن الله. ان شاء الله. اشكرك يا استاذ. ان شاء الله. معاك مقابله. لا هو بص بقى، 3 مدرسين ونص في دقيقه. يعني احنا مرينا بثورتين 2. بنتكلم في حريه وعداله اجتماعيه. تمام يا جماعه. انت بتتكلم بحسره وعمال تخبط. لا ما هو الموضوع كده فيه حسره. يعني انا حضرتك لما يعني خد بال حضرتك احنا يعني المساله مش مفبركينها. ده مدرسه من ده انت شاكر بيه ومدرسه من سمنوت. انت استهلها حسابيا يا جماعه. ده في ثواني، ده انا بقولها بشكل كوميدي. يعني لا يعني 1000 ازاي يعني الكلام ده؟ طب انت اذا كنتوا انتوا مختارين ناس ما تريحوا دماغكم يا جماعه. لا يعني احنا لما سئل اردوغان في مصر في احد البرامج مع الاخت منى الشاذلي عملت تركيا ازاي؟ قال قضيت على الفساد. بنيت انقره ازاي؟ قضيت على الفساد. دبرت موارد ازاي؟ قال قضيت على الفساد. جاوب على اي دوله تسقط ازاي لما يستشري الفساد. احنا جاوب على 3 اسئله باجابه واحده، الا وهي القضاء على الفساد. في يا جماعه خلاص حاجز الخوف خلص. اذا كنت انت بتتكلم ان انت هترهبني بشيء، لا مفيش، لن تستقيم الحياة في مصر إلا لما كل واحد ينال حقه. وهنا من خلال برنامج ديوان مظالم الدلتا أنا بقول لحضرتك أنا أحييكم على هذا الجهد، وده رسالة نبيلة للإعلام المصري بوجهها. وهذا الإعلام ليس مملوكا للدولة بل مملوكا للشعب من فلوس دافع الضرائب. وأنا بحيي سيادتك يا شاكر بيه وبحيي قصد العمل كله من الأستاذ محمد بخاتة والأستاذة نسرين، لأن أنتوا بتأدوا رسالة. الأستاذ أيمن جعفر والأستاذ محمد فوزي والأستاذ عبد العزيز طبعا عشان بس يحاسبونا لما طبعا إخواتنا الأستاذ أيمن جعفر طبعا وكل الزملاء، أنتوا بتأدوا رسالة نبيلة ولن يرهبكم شيء. خلاص حاجز الخوف انكسر عند الناس، كل واحد هياخد حقه وينال حقه، ولن يضيع حقا وراء مطالب، ولن تستقيم الحياة في مصر إلا بإيصال الحق المستحقين. ويجب المسؤولين خلاص يعني احنا لسه ايه الكلام الفاضي يعني معلش في الكلمة. انت لو بتقصيني على اساس كفاءة، ست بتقول لك انا اكسبيرينس وخبرة كذا كذا، لو بتقصيني على شكل وبعدين انت بتقول لي اتيتيود شكل معين، بس يعني انت حتى كده لقيتنا الست بتبتسم وبتضحك طبعا ديت ايه يعني من شر زي ما بيقولوا شر البلية ما يضحك. انت
بتتكلم في منظومه، يعني مفروض ان منظومه التعليم ديت اهم شيء، لو نالها شيء من العطب والفساد على الوطن السلام، لفسد كل شيء. على الوطن فطبعا احنا هنا من خلال بنوجه كلام للساده المسؤولين، يا جماعه افيقوا يرحمكم الله. هناك ثوره مع ذكرى اكتوبر ودرس نتعلمه من اكتوبر. مساله الاصلاح اللي حدثت في القوات المسلحه بعد 67 بنوا جيشنا المصري على اسس علميه عادله. الضابط كان بيعيش مع الجندي في الاكل والشرب وكل شيء، لذلك كان الجندي لما يلاقي قائده في خطر بيفديه بروحه. يعني كيف نستلهم روح اكتوبر في ان احنا نضع مسار لمصر؟ والله انا اقول لحضرتك يا شاكر بيه، يمكن في حرب اكتوبر يعني الموضوع بتاع الاستاذ وترنا، لكن نرجع لحرب اكتوبر بيرح نفسيتنا هذا النصر العظيم. تطوير صاروخ ارض الجو دوت حضرتك دي فكره مصريه خالصه، واللي عملها جنود بسيطه جدا في مصر. يعني انت تستخدم الصاروخ دوت، الاستخدام اللي انت استخدمته في حرب اكتوبر ده تطوير ميداني انت عملته اثناء الحرب. انت بتتكلم على اي صاروخ؟ اللي هو الصاروخ اللي هو اللي كانوا بيقولوا عليه، انا اسف الكلمه، ابو جاموس، اللي هو كان ابو جاموس. الثقيله ده. فانا بقول لحضرتك ان انت كنت في دماغ خلاقه، في حته سيكولوجيه، ان انت كنت اذبت الفوارق بين القائد والجندي، حاجه انت كنت مؤمن بهدف. انت كان عندك الحرب ديت بالنسبه لك كانت حاجه يعني اخلاقيه وحاجه ادبيه تمس شرف وطن. فلما كانت تمس شرف وطن وانت تبحث عن عرض مسلوب، الموضوع كان فعلا يستنفر كل قواك. بالفعل الناس خاضت ملحمة تدرس. يعني حرب اكتوبر لو هنتكلم عن الجيش الذي لا يقهر ده هي عايزه حلقه ثانيه، ده عايزه كتب. انا بدأ حضرتك لحلقه ثانيه شرف عظيم، لان عندنا 3 مظالم لاهالينا المحترمين عايزين نتناولهم فيما تبقى من وقت. أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عبد العزيز البرولوسي، السكرتير عام مساعد حزب الوفد بالغربية، على وجوده معنا. شكرا أستاذ عزيز، وكل سنة وأنت طيب. ومعاليك بخير يا فندم، شاكر جدا لك يا شاكر. أشكرك.